فيلمنا بيبدأ مع أم اسمها جوانا وهي بترمي حاجة غامضة في صندوق الزبالة. بنتها كلير بتكون واقفة على الطريق وبتتفرج على عش للطيور. كلير بتركب عجلتها وبترجع لبيتها ومعاها كلبها ماكس. لما بتدخل البيت بتسمع أمها وهي بتعيط. بتطلع الأوضة وبتلاقيها شنقت نفسها وانتحرت. بتصحى كلير من النوم بعد ما حلمت بطفولتها وبيوم انتحار والدتها. أبوها جوناثان بيركب العربية مع صاحبه كارل، وكلير بتستعد للمدرسة. بتعدي على بيت عمها وبتاخد الجريدة من على الأرض وبتديها له. بيقابلها مجموعة من المتنمرين بيحاولوا يخبطوها. بتقوم وتدي لعمها الجريدة وتكمل طريقها للمدرسة. بتشوف أبوها وكارل وهم بيفتشوا في صندوق الزبالة. بتقول له إنها بتتحرج لما بيعملوا كده قدام مدرستها. وفي المدرسة بتكون كلير مع أصحابها بيعلقوا يافطة كبيرة على شباك الكافيتيريا. بتدخل كلير لفصل اللغة الصينية وبيقول لها طالب اسمه راين إن اليافطة كانت جميلة. كلير معجبة بولد اسمه بول اللي هو حبيب لولا. جوناثان وهو في شغله وبيدور في الزبالة بيلاقي صندوق غريب، بيقرر إنه يحتفظ بيه ويديه لبنته. في المدرسة بتتنمر دارسي على كلير، ولما بتدافع على نفسها بتضربها دارسي بالقلم. بترد لها كلير الضربة وبيتخانقوا مع بعض. وبعد المدرسة بتروح لجارتها اللي بتعاملها كأنها بنتها، ولما بتروح البيت أبوها بيديها الصندوق. بيكون مكتوب عليه كتابة باللغة الصينية، ما بتعرفش تترجم غير كلمتين بس وهم 7 أمنيات. دارسي بتنزل صورة لأبو كلير وهو شغال وبتكتب على الصورة أب الزبالة. كلير بتمسك الصندوق وبتتكلم مع نفسها وبتقول إن نفسها دارسي تتعفن. بالليل وهي نايمة بيتفتح الصندوق لوحده وبيشغل مزيكا غريبة وبعدين بيتقفل تاني. لما بتصحى دارسي من النوم بتلاقي رجليها عفنت ومليانة غرغرينة وكمان وشها بدأ يعفن. كلير بتشوف صورتها وبتعرف إن أمنيتها اتحققت. ولما بتروح بيتها بعد المدرسة بتلاقي كلبها ماكس ميت. بتروح لمدرس اللغة الصينية عشان يترجم المكتوب على الصندوق. بيقول لها إن اللغة دي هي الصينية القديمة وإنه ما يعرفهاش. راين بيسمع كلام كلير مع المدرس وبيقول لها إن بنت عمه ممكن تساعدها. كلير بتكون حزينة جدا على موت الكلب، ولما بتشوف صور بول على الإنترنت بتتمنى إنه يقع في حبها. تاني يوم بتتحقق الأمنية وبيتكلموا مع بعض. عم كلير بيكون في الحمام عشان بيستحمى وبيتزحلق وبيقع على راسه وبينزف دم كتير وبيفقد الوعي. بعد ما بتروح بتعرف من ابوها اللي حصل لعمها وبتسأل ابوها عن وصية عمها، فبيقول لها انهم مش مكتوبين فيها. وبتطلع لأوضتها وبتمسك الصندوق وبتتمنى ان عمها يكون ساب لها كل ورثه. تاني يوم بتيجي لجوناثان مكالمة تليفون وبيبلغ بنته ان عمها كتب لها كل الورث. كلير بتتنقل لبيت عمها عشان تعيش فيه وبتستخدم ورث عمها وبتروح تشتري حاجات كتير. جارتها بتكون واقفة تحضر العشاء في المطبخ ومرة واحدة الحوض بيتسد وبيكون في جهاز بيسحب أي حاجة. بيتعلق شعرها في الجهاز وبيشد شعرها جامد لحد ما بيكسر رقبتها وبتموت. في نفس الوقت بتلاحظ كلير إن الصندوق بيتفتح وبيشغل مزيكا. بيتكلم جوناثان مع كلير عن أمها وعن الماضي. بتكون كلير متأثرة جدا بسبب اللي حصل لمامتها جوانا، ولما بتنام بتحلم بكابوس مرعب عن الصندوق. ولما بتصحى بتشوف ظل شخص واقف بره اوضتها. بتخرج تشوف مين بس ما بتلاقيش حد. وتاني يوم في المدرسة بتشوف بول وهو بينفصل عن لولا وبيقرب منها وبيعرض عليها يسهروا سوا. بعد المدرسة بتقابل راين وبيروحوا لجينا بنت عمه عشان تساعدهم في ترجمة الكلام اللي مكتوب على الصندوق. وبتقول لهم إن الصندوق بيحقق 7 أمنيات، ولو صاحب الصندوق اتخلى عنه الأمنيات هترجع بالزمن وتتلغي. بيدوروا على معنى كلمة لومي اللي مكتوبة على الصندوق. بيعرفوا إن لومي واحدة صينية عملت لعنة على الصندوق، كانت عايزة تنتقم من اللي قتلوا عيلتها سنة 1910. لومي بقت غنية وأعدائها كلهم اختفوا وماتوا، لكن لومي انتحرت بعدها ب 12 سنة. وهي راجعة البيت بتشوف أبوها مع كارل وهم بيدوروا في الزبالة. بتروح وبتستخدم الصندوق وبتتمنى إن أبوها يكون شخص رائع. جينا بيجيلها إيميل بترجمة كل المكتوب على الصندوق، لكن الكهرباء بتفصل في بيتها والموبايل كمان بيفصل شبكة. وبيبدأ الصندوق في عزف الموسيقى في بيت كلير. في نفس اللحظة أبوها بيلعب على آلة الساكسفون ببراعة، وكلير بقت فخورة بوجوده في حياتها. بتحاول جينا تتصل على راين عشان تحذره بس ما بيردش. ولما بتدخل البيت بتتكعبل في السجادة وبتقع على تمثال فيه قرن بيخترق راسها وبتموت. بيتخانق مع كلير عشان الصندوق الملعون وبيقول إن الصندوق بيقتل حد كل مرة هي بتتمنى فيها أمنية، وبيسألها لو اتمنت أماني تانية. كلير بتكذب عليه وبتقوله إن ما عندهاش فكرة هو بيتكلم عن إيه. بتقابل بول في المدرسة وبعدها بتروح البيت وبتقعد تفكر. بتحاول تحسب عدد الناس اللي ماتوا مقابل تحقيق الأمنيات. بتقرر إن أمنيتها الجاية لازم تكون حاجة كبيرة تغير حياتها، فبتتمنى إنها تكون أكتر بنت مشهورة في المدرسة. بتروح مع بول حفلة وكل الناس بيبصولها بإعجاب كأنها أحلى بنت في العالم. ولما بتنام بالليل بتشوف نفس الشخص الغامض من الشباك. بتبقى فاكرة إن الشخص ده عايز يسرق الصندوق منها، فبتخبيه في مكان آمن في البيت.
بتروح تزور جارتها لكن بتلاقيها ميتة في المطبخ ورقبتها مكسورة. بتحس بالحزن وبتحاول تتكلم مع أصحابها عن الموضوع وبتحكي لهم عن الصندوق وقدرته على تحقيق الأماني. واحدة بتقول لها إنها بتستخدم الأمنيات على حاجات تافهة. لما بيعرفوا إن في ناس بتموت بيقولوا لها إنها مجنونة وإزاي محتفظة بيه وإنت عارفة إنه بيقتل الناس. وفي حفلة تانية جون بتسأل كلير لو اتخلصت من الصندوق. بتكذب وبتقول لها انها اتخلصت منه فعلا، وبتعرف ان بول هو الشخص اللي كان بيراقبها. بتنفصل عنه والصندوق بيبدأ يعزف مزيكا تاني. بتعترف لجون انها لسه محتفظة بالصندوق. صاحبتها بتركب الاسانسير وفجأة بيقف ويقع بيها. بتموت وجون بتشوف اللي حصل وبتلوم كلير وبتقول لها ان ده ذنبها. راين بيجيب صورة لكلير لاصحاب الصندوق القدام. بيطلع ان كلهم كانوا ناجحين بس كل اللي حواليهم ماتوا. اصحاب الصندوق ما قدروش يعيشوا مع اللي حصل وانتحروا. وبيقول لها ان بعد الامنية السبعة الشيطان هياخد روحها. بتقول له انها استخدمت 5 امنيات من السبعة. بيحاولوا يدمروا الصندوق بس بيكتشفوا انه مش بيتكسر. بتخبي الصندوق وبتنام لكن بتصحى على وجود بول قدامها. بيقول لها انه مش عايز يعيش من غيرها وبينتحر. الاسعاف بتاخد بول وكلير بتلاحظ ان الصندوق اختفى. بيجي لهم موظفين الضرايب للبيت ويطردوا كلير وابوها عشان عمها طالع متهرب من الضرايب من 10 سنين. بترجع لحياتها العاديه وبتبقى فقيره ومغموره تاني. بتشوف الصندوق في خزنه جون وبتعرف انها هي اللي سرقته. بتتخانق معاها وجون بتقع من على السلم. راين بيحاول ياخد الصندوق بس كلير بتهدده بامنيه ضده. بتبدا تتجنن وبتتمنى لو ان امها ما انتحرتش. بتتحقق الامنيه وبتظهر امها في البيت. بتطلع كلير لأوضة أمها وبتعرف إن جوانا كانت هي صاحبة الصندوق، وبتعرف إن أمها انتحرت بسبب اللعنة. وبيبدأ الصندوق يعزف مزيكا وأبوها بيكون ساند السلم لكارل عشان بيقطع أغصان الشجر بالمنشار الكهربائي. كلير بتجري عشان تنقذ أبوها لكن المنشار بيقع على رقبته وبيموت. بتجري على أوضتها وبتتمنى الأمنية الأخيرة. بتتمنى إنها ترجع بالزمن لليوم اللي أبوها لقى فيه الصندوق. بتصحى من النوم وبتلاقي كلبها ماكس لسه عايش، فبتطلب من ابوها تروح معاه وهو بيدور في الزباله. بتلاقي الصندوق قبل ما هو يشوفه وبتخبيه في شنطتها. وبتروح المدرسه وبتطلب من راين انه يدفن الشنطه من غير ما يفتحها. وهي بتجري في الطريق دارسي بتخبطها بالعربيه وبتموت. وفي النهايه بنشوف راين بيحفر عشان يدفن الشنطه بس بيفتحها وبيلاقي الصندوق، فبيقرر يحتفظ بيه والفيلم بينتهي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. اشوفكم الملخص الجاي. سلام.